عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا كويسين. انا النهارده هعمل سلطه الفاصوليا. ممكن انك تستخدميها كسناك صحي لو حسيتي بجوع، وعايزه كمان تحافظي على وزنك في نفس الوقت، وكمان صحيه. الزبادي غني بالبروتين والكالسيوم، وكذلك الفاصوليا البيضة والحمراء غنية بالألياف الذائبة. وطبعا احنا عارفين ان الألياف الذائبة مفيدة جدا في خفض الدهون وفي المحافظة على صحة جهازك الهضمي، فهي رائعة وطبق لذيذ جدا وسهل التحضير. وممكن بدل الزبادي ممكن تضيفي بداله معلقتين تونة، الاختيار اللي انت تحبيه. هضيف نص الكمية اللي أنا سلقتها من الفاصوليا الأبيض والأحمر، ولو لقيتش كمان فاصوليا سودا غنية جدا بمضادات الأكسدة، كلها رائعة وكلها جميلة. هتضيفي نص الكمية المسلوقة دي. هعصر عليها نص ليمونة. لو مش عايزة ليمون ممكن تستبدليها بمعلقة خل. هرش شوية من الملح، وشوية من الفلفل الأسود، جبت الزبادي زي ما انتوا شايفين، زبادي لايت المراعي، علشان بالنسبة للبنات اللي هي عاملة دايت. زبادي المراعي لايت طعمه حلو وخفيف. ضفت عليه فص تومة مهروسة، بجد طبق لذيذ جدا هيعجبكم قوي. وزي ما قلت لكم لو مش عايزة تضيفي زبادي ممكن تستبدليها بمعلقتين من التونة. الاتنين صحيين وهيدوا طعم رائع، بس الزبادي كمان اخف واخف ومريح جدا للمعدة. يا ريت لو انت اول مرة تشوف قناتي يا ريت تشتركوا في القناة، ما تبخلوش عليا باللايكات الكتيرة، تشيروا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم، وتشتركوا وتفعلوا الكل عشان يصلكم كل جديد من وصفاتي. جبت زيت زيتون بكر، هنزل بمعلقة منه على الزبادي والفاصوليا. اخر حاجة بقى تدي طعم كده حلو للطبق، لازم بقى تدلعي الطبق بتاعك الخفيف ده. هضيف قطع من الجبنة البارميزان، فهي برضو اختيار صحي وجميل، ومش هتضيفي كتير زي ما انتوا شايفين، قطع بسيطة جدا. وكمان انا بقسمها على نصين بس كده. شايفين الجمال؟ بجد طبق صحي وطعمه رائع، انا واثقه انه هيعجبكم قوي لان انا مجرباه، طعمه لذيذ جدا وخفيف جدا. هستنى تعليقاتكم تقولوا لي ايه رايكم. هدوق كده معلقه. مم. لا بجد طعمه خطير. الف هنا، واشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده، ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه. باي باي.